الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا سائل يقول: هل يجوز لمن جاء إلى العمرة أن يستريح أو ينام قبل أداء العمرة؟ والجواب هو أن الأفضل المبادرة إلى أداء العمرة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما وصل إلى البيت توضأ ثم طاف بالبيت. أول ما وصل إلى مكة توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف بالبيت، حتى قال أهل العلم أنه لا يبحث عن سكن ولا يبحث عن شيء حتى يعتمر إذا تيسر هذا. فالأصل أن الإنسان جاء للعمرة فلتكن أول أعماله، لتكن هي أول أعماله التي يبدأ بها. لكن إن كان هناك حاجة للراحة أو يعلم من نفسه أنه مرهق ومتعب لا يستطيع أداء العمرة كما ينبغي، ربما يصيبه النعاس والتعب ولا يدعو كما هو مطلوب، فلا مانع إن شاء الله أن يستريح قليلا ثم يبدأ بالعمرة.